عليكم لي فام دويا مصدار كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى هاد لا فيديو لكم بالصحه وجمعه مباركه الخوت علينا وعليكم. خوتي انا غادا نزور اختي، يلا سنركب دابا في الطاكسي لحقاش راه الطاكسي خارج المدينه، كتركبي في الطاكسي ابيض وغنمشي خوت باش ندي لها داكشي اللي جبت ليها وغادي نشوفها وغادي نجي. المهم تندخل نشوفها ونقول لكم كيف الحاله ديالها الخوت. المهم خليكم، غنركب دابا انايا في الطاكسي حتى نوصل ونشوفها فاش نخرج ونعاود لكم الحاله ديالها. بقاو معايا خوت، عرفتي راه الحراره عرفتي شحال سخون مكناس. الله يعاونكم. المهم بقاو معايا، ندخل عندها دابا يلا غاديه فاش غنخرج ونعاود لكم الحاله ديالها. محبين هويا مصدار، بقاو معايا خوتي. من بعد ما دخلت عندها ايوا جيت بغيت نصور معاكم نقول لكم الحاله ديالها. هنايا السجن خوت. يا خوتي نقول لكم انني والله الا شحفت واحد الحراره كاينه وما مغدياش. دابا راه 3 من العشرة وانا هنايا في السجن لحقاش الوالده خوت ما جاتش، لحقاش الورقه بسميتها. وملي جيت انا قالوا لي خاصك لا تعاودي ديري الرانديفو بسميتك نتيا، وعاود شحال ديال الوراق وتسنيت شحال. المهم عاد جات نوبتي ودخلت ايوا كنتسنى فيها. بعدا شديت قبل فاش كنت جايه شديت طاكسي، شديت الطوبيس من عندنا من ويسلا حتى للمحطه، من المحطه كتشدي واحد الطاكسي اللي كيكون خارج على انت خرج للمدينه، زعما ما كاينش في المدينه، ماشي ديك الطاكسي صغير، طاكسي كبير باش كيوصلنا للسجن اللي هنايا. السجن التولال اللي كاين في مكناس، التولال جوج فين كاينه هي. وجيت وصلت عندها ودخلت باش نشوفها. ايوا خرجت هي تخنزر فيا كلشي خوتي كيتسالموا ويتعانقوا ويدير فيا واحد الشوفات بحال واكله لها الورد. قالت لي ما جبتي ليا والو، كنت داكشي اللي عندي تقديت به شريت لها داكشي اللي خاص صافي وما جبتلهاش الفلوس. ايوا بدات تنقر شويه خوت ومشات. ايوا وانا خرجت راني شفتها، شفت البنيه نيتو البنيه مسكينه الصهد عليها كتتحرك كتتقلب. ايوا كتسولني على ولادها، قالت لي فينا هما، قلت ليها راه لاباس. بدات تبكي ثاني على ولادها، بغات ولادها الخوت، ولادها بعادين وما عرفتش كيفاش غندير باش غادي يجيبوهم ليها تشوفهم، راه بغات تشوفهم الخوت وما كاينين في كازا وهي في مكناس وبعيد الحال، وما عرفتش كيفاش غنديروا باش يقدروا يجيبوهم ليها ولا ما غيجيبوهمش ليها. المهم راه حالتها الخوت مازال كتبكي. ايوا دعيو معايا الخوت في هذا النهار الجمعه يفرج عليها وتخرج لوليداتها الخوت. والله الا كنت تشوفوا راه انا بحال انا اللي تسجنت ماشي هي، العقاب بحال كندوزو انا. والله كنت نشوف على الحراره جايه فيها وعلى الشمس وعرفتي مكناس سخونه، والله هما مغديه ما فاطره وعرفتي وما كاين هنا حتى باش تشري شي قرعه الماء ولا تشري شي حاجه والو. في القفار خلاو القفار والريح والشيح هو هنايا والله العظيم نقطه الماء ما عنديش. دابا كنتسنى الخوت الطاكسي يجي حقاش انا تعطلت لداخل باش حقاش تسنيت هذاك الرونديفو تخرج ليا ولقيت الطاكسيات مشاو كاملين وكنتسنى شي واحد. ايوا باش غنمشي تاني نرجع للدار الخوت. دعوا معاها في هاد العواشر يا ربي تفاجئ عليها وتخرج. الخوت كنت تشوفي راه انا اللي بحالي انا اللي في السجن، والله كنت تشوفي على عذاب كندير باش نمشي نشوفها. ولكن ماشي مشكل، في وجه الاخوه ماشي مشكل، كلشي كيفوت. هادشي راه اجر في سبيل الله. انا كنشوفها في هاد العواشر ما كاينش اللي شافها والله العظيم. الوالديه ما بغاوش يجيو الوالد مازال الوالده راه مره كتجي تشوف، الوالد وخوتي ما بغاوش يجيو يشوفوها وهي كتبكي من هاد الجهه تقول لك عائله ما عندي عائله. اي والله يدير لها شي تاويل ديال الخير الخوت. ونخليكم شكرا على الكلمات الزوينه اللي في التعاليق الخوت، واخا كيكتبوا لي شي وحدين شي حاجه هكا، ولكن الخوت انا ما كنمسحها فيا من ندير سوبريمون ونمسحكم، ولكن تنقول ماشي مشكل خليكم خلي لحقاش الخير كيغلب على الشر الخوت. انا لما تنشوف هذوك التعليقات الاخرين الزوينين تيتقالوا في حقي تنقول تا هذوك الخايبين والله الا كيغطيو عليهم ما تبقاش نشوفهم، كنشوف غير هذوك الزوينين. كثروا خوت من التعليقات والله الا عرفتي هاد المعاناه اللي كنضرب، عرفتي كما كنسمع هذوك التعليقات كتهضروا في حقي والله خوتي تنرتاح. نكذب عليكم
انا عا كلمه زوينه كتريحني انا. المهم اخوت انا كنتسنى الطاكسي ومنها شويه كنهضر معاكم. وحاجه اخرى اخوت، شفت واحد المقطع صغير ديال هذاك طارق اختي تيستهزأ، قال لك في مكناس وبقى كيضحك هذيك الضحكه الصفراء بان هي في مكناس وكيضحك عليها. كنقول ليه ما تشفاش عقبال لك ان شاء الله يديوك للصحراء. والله الله يهدي ما خلق الخوت، والله ما تشفاوش، والله كنت تشوفوا حالتها تتبقى فيكم. يا بوها لي بنت باب الله كتهضر تجاهبتها في مخرها، غير الهضره اللي خارج لها غير فمها. والناس والله العظيم الخوت ما نكذب عليكم شي وحدين والله الا كيبغيوها كما كان الحال. تلاقيت شي ناس هنايا وشافوني وما قالوا واش انت هي اخت عائشه، واش انت هي اخت هويا مصطار. قلت لهم قلت لهم باش عرفتوني؟ قالوا لي كتشبهي ليها، واخا ماشي بزاف ولكن الملامح كتشبهي ليها. وبقاو كيدعوا معاها، والله تيقول لك بقات فينا خصوصا وليداتها بعادين عليها، والله تدعوا معاها قولوا ليها راه الناس بقيتي فيهم. هو حاجه اخرى خوت، قالت لي واحد السيده ديري لايف باش نشوفوا القناه ديالك باش ندعموك، لحقاش هي ضاغطه خوت. لقات شحال ديال القنوات مكتوبين في الاسم ديالي، وفعلا اختي لقيتهم حتى انا. وهضرات معايا ديك السيده، مع حطيت النمره ديالي وقلت لهم لي فام دهويا اللي بغى يتواصل معايا مرحبا يتواصل، راني حطيته في التيك توك وحطيته في واحد لا فيديو في القناه ديالي. وقلت لهم راه فعلا هو ديك السيده هضرت معايا قالت لي راه انا اللي كنحط دايره القناه بسميتك، وراه انا راه ميسوره عندي، ولكن راه غير صوت اختك يوصل، خليني اختي. قلت لها لا اختي، قلت لها حيدي الاسم ديالي وديري اسمك انت ولا عمه هويام ولا ديري شي حاجه اخرى، حيدي الاسم ديالي انا وخدمي. وقالت لي واخا ساعه ما دارتهاش اخوت. يلا ورا وريتكم اخوتي، راه عندي القناه ديالي الرسميه راني صورتها وحطيتها في القناه ديالي اللي هي فاطمه الزهراء اخت ويام، وراه كاينه تما الخوت، راه كاينه القناه ديالي راني صورتها فواحد لا فيديو تما في القناه، تقلبوا على خوتها تلقاوها. واخا راه هما كاتبين فاطمه الزهراء اخت ويام، ولكن غتدخلوا لي القناه غتلقاو فيها راه انا دايره مسكرينيه القناه ديالي ودايرها في اليوتيوب. المهم فاش تلقاوها لداخل هذيك ديالي تلقاوها في القناه ديالي يعني ديالي، ما كيفاش تعرفوا. المهم اخوتي انا راه حطيت النيميرو، حطيت النمره باش اللي بغى ما تاقش في هذيك القناه وهذا يصوني لي نقول لي نصيفط لي انايا هذاك ديال القناه ديالي اخوت. هادشي باش راه حطيتها وقلت لكم هي 027 10 12 51. المهم صونيو ليا انا نصيفط لكم الرابط ديال القناه ديالي اللي كانت شاكه بان القناه ديالي فعلا راه شحال من ديال القناه بان دايره بسميتي وماشي انا اللي دايراها اخوت. المهم شكرا بزاف اخوت، وبارطاجيو وديروا ابوني باش تطلع القناه باش نتعاونوا مع هويا مصطار في هاد العواشر اخوت. الله يجازيكم بخير وشكرا على دعمكم على كلمات زوينين، والى اللقاء الى فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم. اخرى الخوت هضرت مع المدير عليها، قلت لها راها مريضه وخصها زعما بيتها بوحدها حقاش فيها الاعصاب وما كتحملش الصداع ديال الساجينات وهذا الشيء. قال لي لا ما يمكنش، قال لي ديك البلاصه فين كاينه فيها راه مزيانه ديال الامهات وزعما داكشي مفرش زوين ومقاد وما فيهاش الناس بزاف دار الامهات، اما بلايص اخرين عامرين. قال لي واش نحولها وانا نقول لي صافي خليها. قال لي راه متبعين مع اطباء وبسيكولوج، قال لي شحال من طبيب. المهم راه الله يعمرها دار، الله يخرج السيرفيس على خير. قال لي بانهم راه تيتبعوا معها اطباء وراه مزيانه في صحتها. قلت انا غادا في الطوبيس نتوما ما هبطت من الطوبيس، كنت راكبه في الطوبيس وانا هبطت جيت هنا لقيت ثاني الريح. دابا غادا للدار الخوت، غادا للدار ندعوا مع الخوت. والله الا بقات فيا عرفتي بقات كتبكي مع ما حطيت لها والو صافي بدات تبكي. بقى فيا الحال خوتها ما كنتش نشرب العصير تفكرتها وبقات فيا. قالت لي تعوى عليك بغيت نتقدى. ايوا خوت المره الجايه ان شاء الله نعطيها. المهم دعوا معها الله يجازيكم بخير، دعوا معها ربي يفرج عليها ترجع لوليداتها. وابوني اختي اخوت ديروا ابوني وبارطاج الله يجازيكم بخير. والسلام عليكم الى فيديو اخر. شكرا لكم، السلام عليكم.